قتل حارق القرآن العراقي سلوان موميكا بالرصاص. هكذا عنون الإعلام السويدي الحادث الذي وقع في منزل الضحية في مدينة هوفسغو جنوب ستوكهولم في وقت متأخر من يوم الأربعاء. فما التفاصيل؟ القصة مشاهدينا بدأت عندما استدعيت الشرطة وسيارة إسعاف إلى منزل سلوان بعد ورود أنباء عن إطلاق نار وقع خلال بث مباشر على موقع تيك توك. ويظهر هذا الفيديو الذي تداوله الإعلام السويدي ما يعتقد أنه شرطي يوقف البث المباشر بعد وقوع الجريمة. وباشرت الشرطة السويدية التحقيق في القضية وأوقفت عدة مشتبهين بحسب التقارير وضربت طوقا أمنيا في مسرح الجريمة، كما شاركت نظيرتها الدنماركية معلومات حول الجريمة. مقتل موميكا وقع طبعا قبل يوم واحد من صدور الحكم بحقه بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية، لكن تأجل النطق بالحكم بسبب وفاة موميكا. وقال دانيال فيغدال المتحدث الصحفي باسم الشرطة في منطقة ستوكهولم ما يلي: وجدت الشرطة رجلا في 38 من عمره مصابا بالرصاص في إحدى الشقق، وتم نقله إلى المستشفى وفتحنا تحقيقا أوليا في الجريمة. من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي إن إطلاق النار على ناشط مناهض للإسلام قبل ساعات فقط من صدور حكم في محاكمة يوم الخميس بسبب حرقه للقرآن الكريم قد يكون له صلة بقوة أجنبية. طبعا أفادت صحيفة سويدية إن معلوماتها الخاصة تذهب إلى أنه قتل بالرصاص في أثناء بث مباشر كان يقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحقق الشرطة في أن تكون الجريمة تم تسجيلها من خلال البث المباشر قبل وصول الشرطة لمنزل الضحية، ولم يتأكد بعد إذا كانت هناك أي جهة تقف وراء مقتله وما هي الدوافع الحقيقية وهل لها علاقة بكونه معاديا للإسلام أم لا. موميكا طبعا كان قد تعرض للتهديد عدة مرات وبين أن حياته معرضة للخطر، وقال في وقت سابق إنه لا يريد تعريض السويد للخطر لكنه يمارس حقه في انتقاد الإسلام بموجب حرية التعبير. ما اضطر الشرطة لمنحه حراسة في مناسبات عدة بعد حرقه للقرآن مثلا، ولا يعرف حتى الآن إن كانت عملية قتله قد جرت خلال حراسته أم كان بمفرده مع من كان يشارك في ذلك البث. يعرف مشاهدينا موميكا أو يعرف عن نفسه بأنه مفكر وناقد ملحد، وتعرض لتهديدات سابقة بسبب حرقه للقرآن وتدنيسه للمصحف في الأماكن العامة. وكان طبعا نشاطه المعادي للإسلام أغضب الحكومة السويدية التي نددت به مع الدفاع عن حرية التعبير في البلاد، خاصة أن نشاطه أضر بمصالحها مع الدول الإسلامية وأحرقت سفارتها مرتين في العراق. وطالب العراق السويد بتسليم موميكا للعراق لكونه مطلوبا للعدالة. وكان موميكا ناشطا في العراق وانضم لفصيل مسلح منضوٍ تحت عباءة الحشد الشعبي في أثناء الحرب ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، لكنه غادر العراق وطلب اللجوء في السويد في 2018 خوفا على حياته. التفاعل مع مقتل موميكا اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه عينة من التعليقات. هنا ميني يقول: قتل حارق القرآن الكريم سلوان موميكا بالرصاص في أثناء بث مباشر على تطبيق تيك توك. لقد أثبت الإسلاميون مرة أخرى أن انتقاد الإسلام أمر محفوف بالمخاطر. أما ستيفن فكتب: هل ينتقم الإسلاميون؟ إذن فإن حارق القرآن سلوان موميكا هو الذي قتل. ماذا سيكون؟ هل تعتبر أنه من حقك شن حرب في بلادنا؟ لماذا نقبله؟ إنجل يقول تقول التطرف الإسلامي جاي يسبب مشاكل، هو أي حرق قرآن مقابل قتل روحه؟ ليش هذا التطرف؟ القرآن محفوظ بقلوبنا، لا سلوان ولا غيره يهز الدين الإسلامي. كارولين تقول: أخيرا الصديق سلوان موميكا قتل بطلق ناري داخل شقته وفي أثناء بث مباشر على تيك توك. لذكراك الخلود ولا نامت أعين الجبناء. سلوان كان شخصا مسالما عبر عن مشاعر الغضب والاستياء بطريقته اتفقنا أو اختلفنا معها.
طيب مشاهدينا، طبعا كان آخر ظهور لموميكا في مقطع مصور بثه على صفحته على تيك توك، عبر فيه عن عدم ندمه على كل ما فعله رغم ما لقاه من اضطهاد على حد قوله، وعبر عن استعداده للموت من أجل ما يؤمن به وفق وصفه. لنتابع. مساء الخير وتحياتي للجميع. الكثير من الناس يسألونني يا سلوان موميكا، هل أنت نادم من ما فعلته بعد كل الاضطهادات وبعد كل التضحيات التي قدمتها والاضطهاد التي تتعرض له من قبل الحكومة السويدية؟ الجواب ببساطة لست نادم، أنا فخور بنفسي وأنا فخور مما فعلته ومما قدمته، وأعتقد كل إنسان يجب أن يكون مستعد للموت والتضحية من أجل أفكاره ومن أجل مبادئه. تحياتي لكم.